السلام عليكم. في سنة 1993 في محافظة الإسكندرية وبالتحديد في منطقة جليم كان في اتنين ستات ساكنين في فيلا صغيرة. الاتنين دول واحدة اسمها ماريا والتانية اسمها كاترينا. بعد ما أبوهم وأمهم اتوفوا قرروا إنهم هيكملوا حياتهم في الإسكندرية لأن أصلهم أصلا من اليونان، ولكن هم ما يعرفوش عيلتهم ساكنة فين بالتحديد في اليونان. ماريا وكاترينا كان كل ما يتقدم لواحد فيهم عريس كانوا بيرفضوا عشان عايزين يعيشوا مع بعض دايما. المهم عشان يقدروا انهم يعيشوا وياكلوا ويصرفوا قرروا انهم هيفتحوا محل صغير يبيعوا فيه حلويات. ومن شطارتهم وتفانيهم في العمل جالهم زباين من كل أنحاء اسكندرية، والمحل الصغير بقى براند كبير كله بيحكي ويتحاكي عنهم، من كرم الضيافة بتاعتهم للديكور المميز وتعاملهم الراقي مع الزباين. ماريا وكاترينا العمر جري بيهم لدرجة ان كل واحدة فيهم بقى عندها 60 سنة، ودايما كانوا بيخافوا من المجهول، وكمان كانوا بيخافوا من الحسد والسحر، لدرجة ان واحدة فيهم كانت قبل ما تفتح المحل الصبح لازم تجيب مية بحر وترشها قدام العتبة، لانهم كانوا بيقولوا ان المية دي بتمنع اي سحر واي حسد. وكل معارفهم والناس اللي قرايبهم كانوا عارفين انهم دايما عندهم هوس من الموضوع بتاع السحر والحسد ده. وفي يوم من الايام وتحديدا في نهاية شهر اغسطس، العمال لما راحوا الصبح يفتحوا المحل اتفاجئوا ان ولا ماريا ولا كاترينا موجودين هناك. ودي كانت اول مرة تحصل من ساعة ما فتحوا المحل، لانهم دايما حتى لو حصل لهم ظرف بييجوا الاول يسلموا المفاتيح للناس اللي شغالة يفتحوا بيها، وبعد كده بيشوفوا هما يعملوا ايه. المهم بعد ما العمال قعدوا يستنوا اكتر من ساعة، البنت هنا راحت لأقرب محطة تليفون عشان ترن عليهم. وأول ما رنت مرة والتانية والتالتة، ولكن ما كانش فيه أي حد بيرد، ولا ماريا ولا كاترينا. وبرضه اتصلت بالعمال عشان تتأكد انهم فتحوا ولا لأ. العمال ردوا وقالها لأ لحد دلوقتي لسه مجوش. فبعد شوية هنا واحد من الشباب قرر انه هيروح يخبط عليهم في الفيلا اللي كانت قريب جدا من مكان المحل بتاعهم. الشاب ده راح وخبط اكتر من 10 دقايق كاملين، وبعد كده رجع تاني وبيقول ان مفيش حد موجود في الفيلا ومحدش رد عليه. هنا بقى القلق بدأ يزيد على وشهم. المهم فبعد اكتر من 3 ساعات واقفين قدام المحل ما كانوش راضيين يمشوا، قرروا هنا ان الشباب هتفضل موجودة عشان لو كاترينا او ماريا ظهروا يعرفوا يمشي الشغل، والبنات هي اللي هتروح. طبعا الشباب دول فضلوا قاعدين لحد بالليل، ولكن ولا ماريا ولا كاترينا ظهروا. فهنا قرروا ان كل واحد فيهم يروح، وبكرة الصبح ييجوا يمكن ماريا وكاترينا يظهروا. ونيجي بقى لتاني يوم. تاني يوم العمال وصلوا ولقيوا برضو ان ماريا وكاترينا مش فاتحين المحل. فهنا بقى طبعا بدأ القلق يظهر عليهم. من رابع المستحيلات ان يومين ورا بعض ماريا وكاترينا ما يظهروش ولا حد فيهم يتصل بالعمال. فقرروا هنا انهم يروحوا كلهم كمجموعة ويروحوا يرنوا عليهم في الفيلا. وصلوا الفيلا مع بعض وفضلوا يخبطوا على الباب، ولكن كالعادة ما كانش حد بيرد. هنا طبعا كل الشباب اتوترت وراحوا سألوا العمارة اللي جنبهم. قالوا للبواب انت ما شفتهمش؟ قال لهم لا انا ما شفتهمش ولا شفتهم امبارح ولا النهاردة. هنا بقى المجموعة كلها قرروا انهم يروحوا لأقرب مركز شرطة ويبلغوا باللي حصل. وطلعوا فعلا على اسم الشرطة وبلغوا عن اختفاء الأختين. وهنا بعد التحريات الشرطة عرفت ان الاختفاء بتاع الأختين ده مش طبيعي، فأصدروا قرار فورا انهم يروحوا ويكسروا باب الفيلا. وأول ما كسروا باب الفيلا لقيوا ان الفيلا بتاعتهم متبهدلة. الفيلا كانت عبارة عن 4 أوض. بدأوا جوه يدوروا على الأختين. في أول أوضتين كانوا مفتوحين، ولكن ما كانش فيه حد من الأختين ظاهر. وتالت أوضة بقى راحوا عشان يفتحوها لقيوا إن الأوضة أصلا مقفولة.
كسروا باب الأوضة، وأول ما دخلوا لقيوا إن ماريا مرمية على الأرض وعندها قطع كبير من الرقبة، وكان واضح على إيديها إنها كانت بتقاوم الشاب اللي قتلها. ولما فتحوا تاني أوضة لقيوا برضو إن أختها ميتة بنفس الطريقة ونايمة على السرير. طبعا هنا الشرطة حرست كل حاجة وعملت كردون حوالين الفيلا كلها، وبدأوا يسألوا كل الناس اللي في الشارع. ولكن زي احنا ما قلنا هم كانوا في حالهم وما كانش عندهم اي علاقات، فكان جمع المعلومات في الوقت ده كان صعب جدا، خصوصا ان الكاميرات ما كانتش منتشرة زي دلوقتي. وكمان الحي اللي هم اصلا كانوا عايشين فيه كان كل واحد فيهم في حاله. المهم بعد ما استجوبوا العمال اللي كانوا شغالين مع ماريا وكاترينا ما قدروش يوصلوا لاي معلومات، فالقضية هنا اتقفلت واتأيدت ضد مجهول. لحد بقى شهر مارس سنة 1994 بيوصل بلاغ للشرطة من واحد اسمه عبد السلام المحمدي. الحاج عبد السلام ده جاله شخص في أواخر العشرينات، وكان معاه طوابع نادرة جدا مش أي حد يقدر يحصل عليها، عشان كده بلغ عن الشاب ده. فبيقول أول ما الشاب دخل عليه كان بيتلفت يمين وشمال وكان باين عليه إنه خايف ومتوتر، فقال له أنا عايز أتمن الطوابع اللي معايا دي. فبيقول الحاج عبد السلام إنه لما طلع الظرف كان عمال يتلفت يمين وشمال وكان خايف جدا إنه أصلا يديني الظرف. فأول ما خدت الظرف وشفت الطوابع استغربت، الشاب ده منظره من الأرياف ومنظره بسيط، مش اللي هو معاه تحف زي دي. فبيقول أول ما سألته اتوتر وقال له دي بتاعت جدي. فهنا أنا عملت نفسي مصدق وقلت له ده شكل جدك ده كان راجل صاحب مزاج. فهنا قال له خلاص أنا هشتريهم منك، ولكن أنا مش معايا المبلغ كامل، فهديك النهاردة 10 جنيه. وخلي بالك احنا بنتكلم في التسعينات، فانت عارف ال10 جنيه دي معناها ايه. قال له هديلك 10 جنيه النهاردة، وبكرة عدى عليا هديلك 10 جنيه كمان، وطلب منه الطابع. فالشاب هنا رفض وقال له خلاص انا هجيلك بكرة وتديني المبلغ كامل. فهنا الحاج عبد السلام اخد منه طابعين مقابل انه يديله ال10 جنيه عشان يربطوا كلام يعني. واول ما الشاب ده مشي راح وفعلا بلغ عليه الحكومة. هنا افراد الشرطة استخبوا في المحل بتاع الحاج عبد السلام وانتظروا الشاب، مجاش. ولكن بعد ساعة ظهر الشاب وبرضه كان خايف، وكان مخبي الظرف اللي فيه الطوابع تحت اللبس بتاعه. واول ما دخل وسلم على الحاج عبد السلام، الحاج عبد السلام خد منه هنا الظرف وبص على الطوابع الاول عشان يتاكد ان هما. واول ما شاف الطوابع راح رافع ايده لفوق، ودي كانت الاشاره ما بينه وبين افراد الشرطه. وعلى طول افراد الشرطه جريوا عليه ومسكوه وقبضوا عليه. هنا بقى التحقيقات بدات. افراد الشرطه اللي كانوا بيحققوا معاه كانوا شاكين ان الطوابع دي مش مجرد مسروقات، دي حاجات تحف ونادرة، فأكيد وراها حكاية كبيرة. وتعالى بقى أقولك الشاب ده مين. الشاب ده اسمه شعبان ومن محافظة الشرقية، وجه اسكندرية من 3 سنين عشان كان بيدور على شغل، وفعلا اشتغل في الأنابيب، كان بيوزع أنابيب. فهنا رجال الشرطة لما سألوه انت جبت الطوابع الغالية دي منين، قال لهم الطوابع دي انا وارثها من جدي. ولما فضلوا يضغطوا عليه عشان كانوا عارفين انه منظره ده مش منظر حد يشيل طوابع نادرة بالشكل ده، قال لهم ده واحد صاحبي كان مديهالي وقال لي ان الاقي لها بيعة. وطبعا افراد الشرطة هنا مش عبط، فلما لقوه غير كلامه فضلوا يضغطوا عليه ويهددوه لحد ما اعترف انه الطوابع دي بتاعته وانه سرقها. المهم بعد ما قال لهم الكلام دول، بعد ما قال الكلام ده افراد الشرطة على طول طلعت للمكان اللي كان عايش فيه وكسروا الشقة بتاعته ودوروا جوه ولقيوا تحف تانية كتير، وكمان لقيوا شنط جلد بتاعت سيدات، ولقيوا حاجات كتير زي قماش وفستان سواري وحاجات غالية ونادرة. ولما هنا أفراد الشرطة واجهوه هو معرفش ينكر خلاص، وقال أنا لازم أعترف بالحقيقة، واعترف إن المسروقات دي كلها بتاعت فيلا
في منطقة الجليم. هنا بقى طبعا افتكروا القضية القديمة بتاعت ماريا وكاترينا، وعرفوا ان هو اللي قتلهم، وطلبوا منه يقول ايه اللي حصل بالتحديد وازاي قتلهم. فقال انا كنت ماشي بنادي عشان لو حد محتاج مني انبوبة، فست منهم خرجت عليا وقالت تعالى انا محتاجة انبوبة، وكمان محتاجاك تركبها عشان انا مش بعرف اركبها. ففعلا نزل انبوبة وخدها ولف من الجنينة ودخل من الباب الخلفي وركب الانبوبة، واتفقت معاه هنا انها هيجيلها كل 10 ايام عشان يركب لها انبوبة جديدة، لان الراجل اللي كانت متفقة معاه ما بقاش بيجي المكان ده. المهم اديت له حق الانبوبة وكمان فوقيهم زيادة تمن نص انبوبة كمان. فهنا شعبان فرح وقال خلاص انا هجيلهم على طول، وفعلا مشي. ولكن بعد مرور كم مرة هنا بدأ يجمع معلومات عنهم عشان خطته اللي كان بيفكر فيها، فعرف انهم اختين ومش من اسكندرية كمان وملهمش اي حد يسأل عليهم. لحد بقى ما هنيجي لشهر ديسمبر اللي شعبان قرر فيه انه هيعمل الخطة بتاعته. جاله اتصال من اخوه الصغير بيقوله انهم محتاجين مبلغ كبير عشان هيطردوا من البيت اللي قاعدين فيه، وابوه ما كانش شغال واي فلوس كان شعبان بيبعتها له كان بيصرفها عشان يشرب بيها حشيش. هنا شعبان مش لاقي اي فلوس يجيبها من اي مكان، فقرر انه هنا هيخلص من الستين الاول عشان محدش يشك فيه، لانه الوحيد اللي كان بيخش عندهم عشان يغير الانابيب، وبعد كده يسرق كل حاجة جوه يبيعها ويبعت لهم في البلد كل الفلوس، وبعد كده يسافر لهم بعد ما يبيع كل حاجة. شعبان اختار قبل راس السنة بيوم واحد عشان يسرق الاختين دول، لان عارف ان عندهم ضغط اوردرات بسبب راس السنة. وبالفعل اشترى سكينة جديدة وخد الادوات بتاعته ولبس الجوانتي وراح قبل الفجر ما يأذن، نط على الفيلا وكسر الباب اللي كان بيخش منه غير الانابيب. وشعبان هنا استغل اصوات الرياح اللي كانت بره في الشتاء وقرر انه يكسر الباب اول ما صوت الرياح يعلى عشان محدش يحس باي حاجة. وطبعا كسر الباب ودخل وهو عارف هو رايح منين وجاي منين، لانه كان بيغير لهم دايما الانبوبة وكان بيساعدهم كمان في حاجات. فتح اول اوضة لقي ان مفيش حد جوه، فعدى على تاني اوضة بقى لقي ان ماريا نايمة جوه وفي نور خفيف كده شغال، فقرر انه يبدأ بيها. قفل الباب وراه ومشي بخطوات بيتسحب بيها وراح ماسك مخدة وكاتم نفسها. طبعا ماريا صحيت وحاولت انها تقاومه، ولكن مسك السكينة وراح طعنها في رقبتها. وبعد كده دخل الأوضة اللي جنبيها وكانت أوضة أختها، وراح كاتم نفسها برضه وعلى طول راح طعنها في رقبتها. ولما اتأكد انهم ماتوا هنا خد ملاية من الأوضة وقعد يلم في أي حاجة، وكمان خد الفلوس اللي كانت موجودة في الدولاب. وهو بيدور على أي حاجة ياخدها لقي خزنة صغيرة، كسر الخزنة ديت ولما فتح ملقيش ولا دهب ولا فلوس، لقي الطوابع. ولكن هو قال طالما الطوابع دي متشالة هنا يبقى أكيد حاجة مهمة، فراح واخدها معاه. هو كان فاكر إنه هيلاقي دهب وحاجات كتير ودول ناس أصحاب بيزنس، ولكن ماريا وكاترينا كانوا يدوبك عايشين على قدهم. عشان كده لما ملقيش فلوس كتير أو دهب كتير قرر إنه يلم أي حاجة بتجيب فلوس، فخد الشنط وخد الفساتين وراح باعت لأبوه الدهب والفلوس اللي كانوا معاه عشان يعمل عملية. وقرر إنه بقى يفضل موجود في اسكندرية لحد ما يلاقي صرفة في الطوابع. فعمل إيه؟ نزل يدور على أي حد فاهم في الطوابع دي يشتريها منه. نزل القهوة وقعد مع ناس يسألهم وهو بيشرب الشاي لحد ما لاقي زبون من زباين المحل اسمه عبد الكريم. عبد الكريم ده كان صاحب شعبان، ولكن هو كانت معرفة سطحية، يعني بيقعدوا بس مع بعض على القهوة. فشد كرسي وسلم عليه. جدير بالذكر ان عبد الكريم ده كان مثقف وكمان كان متعلم في الوقت ده. المهم قال له انا عايز اوري لك حاجة وقول لي لو تعرف هي قيمة ولا لا. قال له تمام. فهنا اول ما شعبان طلع الطوابع بص فيها عبد الكريم واستغرب، قال له انت جبت ده منين؟ فهنا شعبان قال له جبتهم منين ازاي؟ دول بتوع جدي. فقال له الحاجات دي قيمة جدا وسعرها غالي جدا. المهم قال له طب انا لو عايز ابيعهم ابيعهم لمين؟
يعرفوا مكان الناس اللي بتنقي الانتيكات واللي بتتعرض في التحف والحاجات اللي زي كده. فهنا طبعا شعبان استأذنه وقال له انا مش معايا غير ده، وراح فعلا على طول عشان يبيع الانتيكة اللي معاه. وهنا نقول اتقي شر من احسنت اليه. وبعد كده اتحكم عليه ب15 يوم سجن، وبعد ال15 يوم اتحكم عليه بالإعدام. أتمنى تكونوا اتبسطتوا، أشوفكم في حلقة جديدة، وسلام.